في أمر جيد في الحقيقة ينتبه له. يعني أحيانا يأتي شخص مثلا ويكتب دعاء لأحد من الناس، أو تهنئة بأمر، أو يبارك له بعيد أو على مولود أو غيره، ويأتي الطرف المقابل ويضع له ملصق من الملصقات الموجودة في الواتساب. يعني أظن من وجهة نظري أن الرد بالملصقات والاستيكرات يعني ليس لها طعم ولا ذوق، لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تؤدي الغرض. يعني لابد من مبادلة المقابل بكلام مثله. إن وضع لك هو ملصق بادله بملصق مثله، لكن إن كتب لك يعني أرى في الحقيقة لابد أن تبادله بكتابة مثلها. وأحيانا يعني يقدر الله ويموت قريب لأحد من الناس، أو نقول يرزق بمولود أو خطبة وملكة لأحد أولاده، ويخبر من في الجروب بهذا الخبر، فيأتي شخص ويكتب ويرد عليه. ولكن المشكلة يعني يأتي من بعده ينسخ كلام الأول ويرسله له، ويأتي الثاني والثالث والعاشر وينسخ كلام الأول ويرسله له. يعني لا يصح هذا أبدا. يعني هذه مشاعر لابد أن يكتبها الشخص. أما مسألة النسخ واللصق لا ينبغي أن يعتاد عليها الشخص. هذه وجهة نظر.